نعم عباد الله، فمن أراد الهدى فعليه بالقرآن، ومن أراد الغنى فعليه بالقرآن، من أراد السعادة والطمأنينة فعليه بالقرآن، من أراد مضاعفة الأجور فعليه بالقرآن، من أراد الفوز بالجنان فعليه بالقرآن. إي والله، من رام السعادة في الدارين فليلزم ما بين دفتيه، وليجعله سميره وأنيسه، وليتخذه رفيقه وجليسه. والله لقد جاوزت فضائله كل فضل، والله لقد جاوزت فضائله كل فضل، وحاز أهله أعلى نزل. فخير الناس عباد الله في دنيا الناس هم أهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تلاوته كلها خير، ولا تأتي إلا بخير، الماهر فيه وغير الماهر. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، حاز الأجر العظيم في هذا الشهر المبارك العظيم. من قرأ حروفه وكلماته فكيف بسوره وأجزائه، فكيف بسوره وأجزائه عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا القرآن الكريم، هذا القرآن المجيد يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: اقرأوا القرآن، يوصي أمته: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. شرف والله، شرف والله في الدنيا والآخرة، ورفعة وكرامة أعدها الله لأهل القرآن، الذين يقرؤون القرآن، الذين يتدبرون القرآن، الذين يعملون بالقرآن، الذين يحفظون القرآن. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.